ضمن تقييم التجربة الوطنية الفلسطينية ورؤى مستقبلية في مؤسسة تنوير، ألتقي اليوم مع السيدة خالدة جارة الأسيرة المحررة وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. أهلا بك ست خالدة وشكرا على استضافتكم. كيف تقيمين ست خالدة استمرار الاحتلال في استهدافك؟ ويعني في البداية صعب الحديث عن استهداف شخصي، يعني هو الاحتلال بممارساته إجمالا يعني يستهدف الشعب الفلسطيني ككل. ربما أنا كنت حالة من مئات بل آلاف الحالات الفلسطينية بشكل خلينا نقول ممنهج تعرض لاعتقالات متواصلة، وهي ليست حالة فريدة يعني، لأنه وما بقدر أعتبر إنه في تميز فريد، لأنه هو جزء من استهداف الحالة الفلسطينية. يعني هم اللي بيعتقدوا إنه ممكن لهم تأثير ما على الشارع الفلسطيني أو لديهم آراء واضحة ضد الاحتلال ضد ممارساته، يعني يتعرضوا لاستهداف متواصل. فأنا بعتبر إنه هذا هو جزء من الاستهداف العام لكثير من الفلسطينيين والفلسطينيات بشكل متواصل. رأيك في حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ طبعا الوضع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال هو مش وضع سهل يعني. الاحتلال يستمر في ممارساته بحق الأسرى في داخل السجن، ويستمر في اعتقالاته بشكل يومي. يعني من الملاحظ أنا من خلال تجربتي في الاعتقال إنه كل فترة يزداد أكثر محاولة قمع الأسرى والأسيرات. إيش المقصود بالقمع؟ المقصود بالتضييق على الأسرى والأسيرات. مثلا أعطيك مثال، إحنا كأسيرات كان كثير علينا تضييق في إدخال الكتب على سبيل المثال، في التدقيق بالكتب، أحيانا كثير مثلا بالحرمان من أصناف محددة من الكانتين كنوع من العقاب. بالنسبة للأسرى ككل، استهداف الأسرى بالعزل المتواصل مثلا، بالتنقلات المتواصلة للأسرى من سجن إلى آخر. يعني تعرض الأسيرات أو إضافة الصعوبات من خلال مثلا وجود ما يسمى بمعبار، أو هو المكان اللي أول الاعتقال إذا لم تذهب الأسيرة إلى مركز تحقيق بيتم نقلها له، وهو عبارة عن معبار في ظروف كتير 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 سيئة. أول إشي مع أسرى جنائيين، اثنين لا تتوفر أي مقوم من مقومات الحياة الإنسانية، يعني فقط فرش وغطاء، حتى إمكانية مثلا وجود ملابس أو غيارات أو غيره. ويتعمدوا من خلال البوسطة اللي هي كثير الأسرى بيحكوا عنها، اللي هي وسيلة النقل من السجن إلى المحكمة أو من سجن إلى آخر، وهي عبارة عن زنزانة حديدية متحركة صغيرة جدا، يعني التنقل الدائم فيها بشكل مشاكل صحية وتم تقييد الأيدي والأرجل. يعني سياسة الإهمال الطبي كمان اللي بحق الأسيرات والأسرى في داخل السجون، يعني فقط طبيب عام مثلا في السجن عند الأسيرات، ما في أخصائي أو أخصائية للأمراض النسائية على سبيل المثال. وجود كاميرات مثلا في ساحة السجن، وهذا بينتهك خصوصية الأسيرة سواء في ممارسة الرياضة أو بكل وجود أماكن الاستحمام مثلا في سجن الدامون خارج الغرف. بالتالي لما بيغلقوا علينا الغرف يعني معناته احنا نحرم من الاستحمام، وبيخلي انه الاحتلال او السجان هو اللي يتحكم بساعات الاستحمام. يعني كثيرة هي الانتهاكات لحقوق الانسان الاساسيه. نعم. القساوه. صحيح. لماذا لا يتم اي نوع من الهبه الدوليه لمساعده الاسرى واللي يبلغ عددهم اليوم حوالي 4500 اسير؟ برايك؟ والله على نسبة في العالم. هو سؤال يعني يمكن أكبر من موضوع الأسرى. هو سؤال إنه لماذا لا تتم من قبل المؤسسات والمجتمع الدولي ملاحقة ومحاكمة الاحتلال على جرائم مختلفة. وبالتالي هذا الاحتلال اللي ما في أي محاسبة أو أي مراقبة لإجراءاته ولا بتتخذ أي عقوبات بحقهم، بيتمادى وبيستمر. يعني في حالة من الانحياز خلينا أقول للأسف الدولي في ظل موازين القوى للاحتلال محاولة التغطية على ممارساته. فعدم وجود مساءلة
بهذا الاحتلال على الجرائم وعلى الانتهاكات اللي العالم بيعرفها يعني بالمناسبة، هي مش مخفية يعني. كثير من التقارير الدولية اللي بتصدر واللي بتأكد إنه هناك انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لكن السؤال هو ما هي الإجراءات؟ في غياب وجود إجراءات مساءلة ومحاسبة بتخلي هذا الاحتلال كمان يستمر يتمادى. ايوه هيك يستطيع الاحتلال الحفاظ على تواجده، ممكن خلال 20 سنة يواجهوا 73 سنة احنا بنحكي عن الاحتلال يعني الاستعمار بمفهوم الشامل. أطول مدة يعني 20 سنة العام الأخيرة المقصود. أين السلطة الفلسطينية من هذا الموضوع طيب؟ يعني فيما يتعلق بقضية الأسرى، طبعا تعرف إنه رهان السلطة كان أثناء المفاوضات وأوسلو وغيره على الإفراجات اللي تمت، إما جزء منها حسن نوايا أو الاتفاقات التي وقعت مع الاحتلال فيما يتعلق بالأسرى، وللأسف الاحتلال نفذ جزء من هذا الاتفاق. وعند خلينا نقول المرحلة الرابعة اللي كانت الأهم اللي هي أسرى ما قبل أوسلو والمؤبدات وأسرى الداخل، توقف الاحتلال ولم يلتزم. يعني استمرار رهان السلطة على الاحتلال في هذا الموضوع يعني أوصلنا إلى ما أوصلنا لإله. يعني نعم جرى إفراج لعدد من الأسرى ضمن الاتفاقات الثنائية، لكن للأسف أنه أسرى خاصة القدس وال48 لم يتم إطلاق سراحهم، بالرغم من أنه كان في اتفاق أنه هم سيكونوا في المرحلة الرابعة وتعطل. وبالتالي يعني ما بتحسي أنه في جهد يعني حقيقي لإطلاق سراح الناس. ورأيك في دعم الإطلاق النسوية العالمية في دعم الأسرى؟ وبيختلف، بيعتمد إذا أنت عم تحكي عن حركات نسوية متضامنة مع الشعب الفلسطيني بتقوم بحملات تضامن وبكذا، أما لأنه إحنا ما بنقدر نعتبر إنه كل المنظمات النسوية هي شيء واحد يعني، هناك المتضامن، هناك اللي ضدنا، هناك اللي فبالتالي أنا إذا بدي أتحدث عن المناصرين والمناصرات للشعب الفلسطيني، يعني أحيانا بيقوموا بدور يعني مهم، لكن ما بيؤدي لتغيير جذري قاعد في سياسات الاحتلال اتجاه الأسرى والأسيرات. نعم. بإمكانك تحكي عن ابنتك سهى توفاها الله وأنت في سجون الاحتلال؟ يعني هو هذا شوفي لأقول لك شوي سؤال مرات بيكون صعب إنه إعادة مرة ثانية الآلام والأوجاع، لكن إنه يمكن هي حالة من حالات كثير أو بتمثل نموذج لكثير من الأسرى والأسيرات اللي فقدوا أعزاء وأحباب، سواء أم أو أب أو ابن أو أخت أو أخ، وهي جزء من ممارسات كمان الاستعمار اللي بحرمك من أبسط الحقوق الإنسانية. يعني حتى أنا لحظة الوداع الأخيرة حرمت منها، وهي أنا بطلع لها أنها هي جزء يعني من حالة الاحتلال، وكيف إنه هذا الاحتلال في مضمونه طبعا قمعي، في مضمونه يعني ما في عنده أي اعتبارات إنسانية، لأنه هو مش إنساني يعني، لأنه أصلا بيمارس كل هاي الممارسات في حق الشعب بهذا الشكل هو يفتقد الإنسانية. وبالتالي ما كنا إحنا نتوقع من هذا الاحتلال إنه يكون بأي لفتة أو بأي شيء، وهذا نموذج يعني شو ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. يعني كذلك انه لم تستطيع انك تشاركي في جنازه ابنتك، يعني كيف توصفي هذا الشعور؟ يعني شعور صعب، ربما انا مرات كثير يعني من الصعوبه انه ارجع لهذا الموضوع، لانه موضوع عمليا يعني مؤلم. وانا قلت انه يمكن اكثر من مره انه يعني حرموني بالفعل من وداع بنتي يعني واحتضانها، لكن ربما تضامن الأسرى والأسيرات اللي حاولوا احتضانهم. يعني بديش أقول لفيش شيء بينهي هيك ألم يعني، لأن هذا ألم أبدي، لكن ربما يخفف وطأة هذا الألم في لحظة. يعني كيف دعموك الأسرى والأسيرات؟ كان دعم الأسرى والأسيرات؟ طبعا كان يعني احتضان من الأسيرات وكأنهم عائلتي، يعني من خلال احتضانهم، من خلال يعني إقامة بيت عزاء، وقوف لجانبي طول الوقت، الرسائل العديدة اللي تلقيتها من الأسرى في مختلف السجون من أحرار العالم كمان، يعني هاي شوي يعني خفف الألم، ولكن هي خطتي المستقبلية. طبعا أنا يعني تقريبا الآن تجاوزت العام،
لسه ما وصلت السنة يعني في إلي مروحة من السجن. وأنا زي ما بتعرفين حتى قبل اعتقالي الأخير أنا كنت بدأت ببرنامج أو مسار أكاديمي في جامعة بيرزيت اللي هي جامعتي يعني، سواء باتجاه مشاركة التدريس أو في إجراء أبحاث يعني في الجامعة. وأنا الآن بشارك في هذا المسار الأكاديمي يعني، اللي بتمنى إنه طبعاً هو رح يختص بالأسرى والأسيرات يعني، لكن بشكل أكاديمي. فبتمنى إنه أقدر أنجز اللي يعني الواحد بيحاول إنه ينجزه